برنامجنا جيناك جميعا نتعلم. برنامجنا نتعلم حتى نتقدم. هيا هيا يا أطفال، برنامجنا فيه جمال، فلنذهب ولنسمع قولا تتحقق فيه الآمال. برنامجنا بطفولتنا حتما يهتم. برنامجنا فيه سؤال فيه جواب، برنامجنا يفتح للمرح الأبواب. برنامجنا يجدو أملا بجناح نجاح قد وصل. أفكارا نتغذى فيه بلقاكم فعلا قد كمل. برنامجنا فيه للأطفال خطاب. لالا برنامجنا بجوابك تحظى بهدية. برنامجنا فيه أهداف وقضية، شاركنا فيه وتواصل. بالود حتما نتعامل، يجمعنا حب وحنان، في هذا طبعا نتكامل. برنامجنا من شاشة بث ذهبية. مهدي شنو؟ مهدي شنو هاي؟ مهدي تعال مهدي بسرعة صوت سرحان. شنو ايش بيه صوته؟ لعد ليش يصيح لي؟ اي والله هذا سرحان هنا. تعال بسرعة. ها سرحان، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا مهدي، شلونك؟ شكو؟ شلون صار؟ مهدي عندي صايح عليك، بس اقول لك فد شغله. صار في شغله؟ ايه هيك مهمه الشغله؟ زين اقول لك اوقف، خلي اقعد واستهم من عندك في الشغله. انا دفتها من عندك. اي نصي صوتك. هو هذا دفتها من عندك. ليش انا صوتي ليش؟ وانت صوتك ليش خافت؟ مو انا دا اصيح على سندبات، بس شنو نصي صوتك شوي، خف سعيد وحزين يسمعونه. هسه يا سرحان سوي ذا سمعونه، شنو يعني؟ ليش؟
نصي صوتك، نصي نصي صوتي، صوتك يا زبيد. نصي صوت. بس لا لا- تفهمني ليش. لا تخرب الخطة هسه. أول شيء خطة. خلينا نرحب بالمشاهدين وبعدين راح أقول لك شنو الموضوع. دروس متفقين؟ سرحان. اي شلون ارحب بالمشاهدين وانا صوتي ناصي؟ شلون يسمعوني؟ لا ها نرحب بصوت عالي بس الموضوع نحكي بصوت ناصي. ها وصلت، افتهمتك. إيه. اذا هيك سهله، بس انت عندك شغله وتخوف والله. نادي نصي صوتك، نصيت لا صوتي، تخرب نصيت. الشغلة علينا. لا هسه خلنا مو تريد ترحب بالاصدقاء؟ ايه يلا انت بلش، انت بلش. متى تعرف إيه. اني ما اضم على اصدقاء البرنامج اي شيء، بالعكس طبعا. هم راح يعرفون الخطة مالتي إيه. لهذا اليوم. لكن انا شنو اريد؟ مم. اريد سعيد وحزين انه شنو ما يعرفون، لان اني عندي قصد بهذا الشيء. وهسه خلينا نرحب اي بالمشاهدين الله نرحب بالمشاهدين بعدين واصدقاء نعرف القصد. البرنامج، أي. وبعدين اترك الحديث الك لان صار لي هواي ما بسلم على اصدقاء البرنامج. سلم عليهم العد، سلم. يلا اوكي متفقين صوت متفقين. عالي، صوت عالي. اي صوت عالي. يلا سوي نفسك على اساس كل شيء ماكو. يلا ما اي السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والآن حان موعد البهجة والمعلومة المفيدة من خلال برنامج عمو فرحان، والذي يأتيكم مباشرة الساعة 4 عصرا من كل يوم ما عدا أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وأهلا وسهلا بكم على مدار ساعة كاملة مليئة بالفقرات المنوعة، ونتمنى من خلالها أن نحقق لكم الفائدة والسرور بإذن الله تعالى. أحسنت صديقي سرحان، وكذلك أجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، مشاهدينا الأحبة الرائعين، وأنتم تشاهدونا من خلال شاشتنا الذهبية، شاشة قناة كربلاء الفضائية. وحاب أضيف لكم معلومة، أنتم مو بس من التلفزيون تقدرون تتابعونا وتتابعون حلقاتنا الحلوة، أنتم بإمكانكم تتابعونا من خلال تليفوناتكم. اسألني شلون سرحان؟ شلون؟ أنا راح أقول لك شلون. تروحون لتطبيق اليوتيوب وتكتبون بقائمة البحث تكتبون قناة كربلاء كيدز. هذه القناة تبث حلقات برنامجنا الجميل بشكل يومي، بث مباشر على اليوتيوب، وكذلك كل الحلقات اللي بثت سابقا هي تلقوها بهذه القناة اللي تابعة لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. ومو بس برنامجنا، برامج عدة وفقرات عدة هواي راح تستفادون من عندها. وحتى نسهل لكم عملية الوصول لهذه القناة، بإمكانكم مسح الباركود الظاهر أمامكم الآن أسفل الشاشة حتى توصلون لهذه القناة أيها الأحبة. هسه خلوني واسمحوا لي أرجع لسرحان وافتهم من عنده ليش منص صوته وشنو الموضوع. أحسن. بس هسه شنو أريد منك؟ أي أريد منك فشغلة. شغلة ثانية؟ قول سرحان. شوف أريدك تجيب لي القلم السحري. قلم السحري؟ تعطيني إياه إلي. يا قلم سحري يا معود سرحان. هاي سبيك. هسه قلنا أنا عندي مكتبة بس قلم سحري ناو شنو؟ هاي سبيك يا مهدي، أريد أني أعلم بيك يا صديقي. شوف القلم السحري هذا اللي يرسم لنا ويعلمنا الرسم، فقرات القلم السحري اللي هو كل فقرة تذكرت يرسم لنا ونتعلم من عنده. طبعا بشلون يرسم رسم إبداعي، وتقول كمبيوتر جاي يرسم، لأن هو قلم سحري. أحسنت. وما شاء الله رسوماته كلش حلوة. بس غير أعرف شو تسوي بالقلم السحري. مو أنا أقول لك، بس أتمنى إنه ما تقول تساعد وحزي، ما تقول لهم. أنت تعرف بي أنا كلش أحفظ السر، وأنا إن شاء الله من آخذ هذا السر من عندك أنا راح أظل بيني وبينك. فسولف سرحان. شوف ووعد ما أقول لهم. اليوم راح تصير مسابقة بيني وبين سعيد وحزين، شنو؟ حتى نختار أفضل رسم. بس شنو أني من يكون عندي قلم السحري أكيد أني راح أفوز. ليش؟ لأنه راح أرسم أحسن من عندهم. والله فكرة، والله فكرة. مع الأسف ليش عليك سرحان؟ شكو اكتشفنا خطتك سرحان من بداية الحلقة. أنا كنت أفكر شنو الخطة وهسه سمعتها. تريد تستخدم القلم السحري على مود تفوز بجائزة أفضل رسام في شارع الأصدقاء، يعني تستخدم الغش. تستخدم الغش. هذا غش هذا. لا عي كيفكم انتم موضوع غلط. يا غلط. اقول لك تورطنا لي النواني. اقول لك هم لابسين نظارات باذانهم. لا شعلي نظارات شلون سمعونا زين. اقول لكم قول يعني تقدرون تقولون شطاره، يعني استخدم اي طريقه حتى افوز. لا 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 لا, لا, لا هذا الكلام غلط طبعا وما يصير.
لان غش يعتبر غش، ولو سمع بيه عمو فرحان ما راح يقبل. اكيد. شو تقول صديقي مهدي؟ والله صحيح، بس انا تدري انا من ضايج؟ انا ضايج اذا سمحوا لي يعني اوضح فكره. انا ترى ما لي علاقه بالموضوع، اي بس هو سرحان طلب من عندي، بس تطلب من عندي اساعدك بالغش شنو بسرحان؟ لا سرحان خلي ببالك فكره، وخلي انت وكل الاصدقاء الاحبه كل من يسمعني، المنافسه ترى حلوه صح. خصوصا بين الاصدقاء، وهي وسيله من وسائل النجاح. لان بالتحدي وبالاستمرار بهذه المنافسات راح تولد عندنا ابداعات مبهره بصراحه. وقلت لكم بين الاصدقاء من تحدث هذه المنافسات الحلوه بصراحه راح نشوف نتاجات رائعه جدا. بس على انه ما نستخدم بها الغش. صحيح. مو صحيح نستخدم الغش، لا 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 سرحان طريقتك خاطئه 100%، والنوم تريد اخليني انا اساعدك بالغش، ما يصير ما يصير. اسمح لي خلي ابعث هذه الرساله لاصدقائنا الرائعين. شوفوا اصدقائنا انتم اسمعوا وخلي اخذ رايكم، انتم هسه ويا سرحان لو ويا حزين وسعيد؟ خلي اسمعكم شو يقولون والله. ويا سرحان لا 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 قالوا ويا سعيد وحزين لان هم اصحاب حق. صحيح. طبعا مو انت تدري ليش ما كانوا وياك؟ لان انت تريد تستخدم الغش بكل طرق الغش يعني. صحيح. عاشت ايدك صديقي مهدي، عاشت ايدك على هذا الكلام. وانت يا سرحان اذا تريد تفوز بجائزه افضل رسام شارع الاصدقاء هاي سهله. شنو؟ صحيح. ما يراد له شيء، هو يريد يستخدم القلم السحري. صحيح. انا بدال ما استخدم القلم السحري اتدرب وياه. يعني هو قاعد يرسم لنا. صح. هو قاعد يرسم لنا القلم السحري يوميا. فانا شو اسوي؟ اخلي الورقه مالتي والوان مالتي واتدرب وياه بالتدريب وبالجهد كل شيء يصير. طبعا. صح لا حزين؟ صح. والدليل انه انا وياك صار لنا فتره نتدرب على هذا الشيء، ايام. صحيح. نتدرب انا وياك ومحضر كل الالوان وعندي اعرف شلون امزج الوان. لان بالتمرين كل شيء يصير سهل ايدك. طبعا. ها سرحان سمعت شلون هم مع ذلك هم حبوا لك الخير ورادوا يساعدوك حتى تفوز بالمسابقه. بدليل هم قالوا لك احنا سوى نشوفك القلم السحري حتى كلنا نتعلم، بس كون ما تستخدم الغش. عندي سؤال لك. قول. من بعد هذا الكلام وهاي النصائح هم ببالك بعد تستخدم القلم السحري وتفكر بالغش؟ لا 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 ما اريد القلم السحري، وانا اعتذر ين فكرت انا اغشكم حتى افوز شنو عليكم. عاشتيدك سرحان. واني ان شاء الله هعتمد على نفسي واني جاهز للرسم والمسابقه. عاشتيدك يا سرحان، احسنت. واني احب اشكرك سرحان. ليش؟ لانه انت اعترفت بخطأك وما ظليت متزمت بيه. ليش؟ لانه واحد من يخطأ لازم يعترف بالغلط على مود يصلحه. سعيد انت قلت متزمت بيه، يعني شنو متزمت بيه؟ متزمت يعني يصر على خطأ، متشلب بيه. ترجمه يا اخي. ترجمه يقول لها. انا راح اشهد الشهاده. شهاده ايش طلعت؟ اعتبر سرحان افضل رسام بشارع الاصدقاء. هذا الكلام الحلو، هذا الكلام يعني شهد لك شهاده ومو اي واحد هاي الشهاده. طبعا هاي من سرحان، من حزين الرسام. دقيقه انت مو قلت شهاده؟ من وزعوش طلعت؟ ناجح. خوش رسام. اتمنى لكم ان شاء الله دائما الضحكه والابتسامه، ودائما تكونوا كلكم ناجحين، مو بس انتم اصدقائنا المشاهدين، اصدقائي الاحبه، حتى تكونون دائما مميزين بالرسم. عليكم تتابعون فقرتنا فقره القلم السحري. مو بس انتم، سعيد وحزين وسرحان كذلك لازم نتابعها، حتى ان شاء الله تعالى من تتم مسابقات بينكم حتى تحددون افضل واحلى رسمه واجمل رسمه، راح تفوزون ان شاء الله تعالى بمجرد ما تتابعون القلم السحري. انا هسه بصراحه احب ادعوكم انتم الاصدقاء الرائعين لمشاهده فقره القلم السحري، حتى جميعنا ان شاء الله نتعلم شلون نرسم احد الحيوانات اللي هو معروف عليه بطاقه التحمل اللي هو الحمار. راح نتعلم هسه شلون نرسمه سويه. حضروا ورقه والما عنده الوان تعالوا للمكتب واخذوا الوان حتى ترسمون ان شاء الله تعالى هذه الرسمه الحلوه، وبعدها نقيم ونشوف من راح يفوز. جاهزين لو لا؟ انا الفائز. يا الله حلو الحماس اللي بيك. خلينا نشوف الفقره اصدقائنا الشطار.
والآن مع القلم السحري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأطفال، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أنتم بخير، الحمد لله. أنا القلم السحري أحبتي، ووظيفتي هي أن أرسم لكم أشكالاً جميلة ومختلفة. ما الهدف؟ الهدف منها أن نتعلم كيف نرسم وكيف نبدأ بالخطوات الأولى للرسم. ورسمتنا لهذا اليوم أعزائي الأطفال هي الحمار. هيا بنا لنبدأ. أحضروا قلماً وورقة وأقلام تلوين. والآن هل أنتم مستعدون؟ لا أسمع، هل أنتم مستعدون؟ إذن فلنبدأ على بركة الله. أصدقائي الأطفال، اكتملت رسمة الحمار الجميلة لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كيفية رسم الحمار أحبتي الصغار، وأمنياتي لكم بمستقبل فني باهر إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي في حلقة قادمة مع رسمة ملونة جميلة ومع القلم السحري. مع السلامة. يمكن راح يغلبني حزين، بس شنو ما لحقت يعني، بس تصير بيخالف.
ماكو ما لحقت ماكو ما لحقت، هذا وقت محدد. ما يخالف. رجاء يعني هاي مسابقه ترى. انا اي واحد يفوز سرحان ولا حزين اعتبر روح انا فايز. الله. انا خلصت. سعيد ها جلسه وسرحان. سعيد شوف والله بس تشوف شويه. شنو بس شوف دير وجهك تعال هنا شنو بس شوف شوي. هو مو امتحان الرياضيات على مود تقول ما يصير. اخوان انتهى الوقت. مجدي خلصت. مجدي بس انتهى. بس 4 ساعات بس 4 ساعات. شنو 4 ساعات شنو؟ لا دقف السرحان. ما لحق وخر لا اوف واخر السرحان عشان ما يصير. لا اوف ضل هسه راجع لك. كمل سعيد. كملت. اعطيني قلم خليك اكتب اسمك هنا انا. هذا قلم. تسلم ايدك. هذا راح نكتب رسمة سعيد. اعطيني رسمتك حزين. شلون ما شاء الله ما شاء الله. اخويا راح يفوز، اخويا حزين. رسمة حزين. شوف تخبل. انت تخبل ما شاء الله حبيبي. اجى دورك سرحان. تدري كافي. لا بعد ساعتين. شنو ساعتين سرحان؟ دوخه بس شنو جيب هذا القلم جيبه. هده جيبه. شنو؟ يا مهدي ها بس بعد شويه اكمل. معكم ما تكمل بعد. خلينا نكتب رسمة سرحان. هاي وين كتبت سرحان؟ فوق رسمة سرحان كتبت. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اظل واقف؟ احسن لك. نبدي باول رسمة استلمتها. اللي هي من صديقنا المبدع. احسن. صديقنا سعيد. انا ما لحقت فانا اعذروني. ان شاء الله حجج ما لك علاقه. خلينا نشوف رسوماته. حجج اقول لك واعذار واهيه. انا ما لي علاقه. وهالمره مو انا اللي راح انطي الدرجات ولا راح انطي التقييم. تدرون من راح ينطي التقييم والدرجات؟ سرحان اصدقائنا الشطار مو سرحان. شوفوا اصدقاء ما له علاقه. هذه رسمة سعيد. شوفوا شلون يضحك. شوف مو انا شنو؟ شوفوا ادري سرحان شنو هذا سعيد شنو هذا؟ لا هو زرافه لا هو فيل لا هو حمار. يحشش هذا عليه. شنو هذه؟ شوف طبعا انا ما اخذت فرصتي. ما اخذت فرصتك؟ والوقت قصير زين وما لحقت. بس انا اكيد اخوي حزين راح يبهركم ان شاء الله. هاي رسمتك. شكرا. وان شاء الله يا رب نشوفك بمستويات اجمل. يعني. لا خليها بعدين نشوف النتيجه ان شاء الله. خليها هسه هذه رسمة. خلينا نشوف. دوري. اخوك اكيد حزين. اللي دائما شالع قلوبنا. اخوي حزين اكيد طبعا الله شوف السيطره شوف خلينا نشوف اصدقائي جاهزين تشوفوها؟ يلا مدي تختارون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شنو ارنب؟ شوف الالوان اصدقائي انا برايكم شنو هذا؟ بزون هذا بزون اقول لك هو الجسم مال الخروف والراس مال الارنب. رجاء سرحان رجاء. قاعد يستهزئ بي. لا تستهزئ بي. التقييم مو يمك يم الاصدقاء. هاي محسوبه ترى عليك. موفق ان شاء الله حزين. حبيبي هسه خلينا نشوف رسم سرحان. لوحه تقول تباع بالمزاد. تباع بالمزاد. هيك مسيطر من رسمتين. طبعا. خلينا نشوف اصدقائنا الشطار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنصدمون. حاولوا ابدا تنصدمون. هذه اشرح لكم اياها. ايش تشرح لنا اياها بعد؟ هذا يعني حمار كبير. وشوف حتى لابس حذاء. شوفه لابس ادري شلون لبست حذاء صدق ليش؟ يا اخو ما يمشي حافي خطيه. لا طبعا وجميل وتشوفه زين ولونه وردي. شلون هيك ملونه؟ ما اعرف والله سرحان. نبدا نقيم بالدرجات. مو انا اقول لك القلم الجوزي انكسر عندي فلقيت الوردي قلت خلاص ابغى وردي. عرفت؟ لا عاد سرحان راح نبلش بتقييم ان شاء الله. لا انا فايز. روح ونكتب بالقلم الجاف. انت فايز روح ما لك علاقه. والله طبعا يعني جانا تحكيم من الكنترول ويقول هاي المسابقه يعني راح نأجل التقييم مالتها الى الحلقه القادمه. لا ايش نسوي؟ قيم ناس لا بعد هم قالوا بتوا بالامر. اي بصراحه يعني اقول لكم ايش قالوا؟ قالوا ثلاثتكم رسماتكم مو حلوه. هيك قالوا صراحه يعني قالوا غير يشدون حيلهم شويه يرسمون فد رسمات حلوه. هسه يقولون حتى فشله من الاصدقاء شافوه. يعني انا حزين الرسام. وين رسمك وينه؟ هذا ما شفته. هذا شنو من الرسم هذا؟ شوفه خبل. شوف
شوف الرجل سمائيه، الذيل سمائي، البدانات سمائيه، وينك؟ الراس اخضر، شنو الجسم اسود. الله، اي انت بكيفك. اول مره اشوف بشوف حمار لابس بلوز مقفل. اي مو بارده هسه اسمحوا بارده. لي، أي. بالرغم من محاولاتكم الجميله انا بصراحه دائما احثكم ان تحاولون، ودائما اخليكم دائما تستمرون بالمحاوله. أحسن. انا اكد انكم ما شاء الله حاولتوا، وان شاء الله تعالى بالجايات راح ان شاء الله تبهرون برسمكم. احبتنا الاصدقاء الرائعين، اتمنى انكم استمتعتوا بهذه الرسومات الحلوه وتعلمتوا من القلم السحري، مو تتعلمون من انا من سعيد وحزين وسرحان، من القلم السحري تعلموا شلون ترسمون رسمات حلوه، ومن ترسمون هذه الرسمات تدرون وين تدزون اياها؟ تدزون اياها على الواتساب برقمنا، برقم البرنامج 0771112288، واحنا راح نختار اجمل رسمه نعرضها بفقره مشاركات الاصدقاء. ننتظر تصاويركم الحلوه والجميله، وان شاء الله دائما نراكم بافضل الاحوال. الان ايها الاحبه الكرام راح نروح الى فاصل جميل ممتع رائع، وبعدها راجعين لكم. بابا عمو فرحان، تدري اليوم اني فزت بجائزة افضل رسام بشارع الاصدقاء، لان اني رسمت الحمار وبالرغم من اني ما تعرف الحمار. سرحان وليدي على كيفك، اني اليوم وصلتني اخبار انت راسم لك رسمة ما ادري هي شنية، لا هو ديناصور، لا هو زرافة، لا هو فيل. ظلوا 3-4 يسألون شنو هاي اللوحة، ما حد عرفها. بابا انت منين جبت هذا الحكي؟ بابا حتى شلون خجلت قدام الاصدقاء؟ المفروض انت شويه يعني تقول وليدي مو الرسمه كلهم شافوها، مو مهدي عرضها قدام الشاشه وكلها الناس شافتها، واني جاي للمحل الناس كلها وقفتني وقالوا لي روح شوف سرحان ايش رسم. لا ما دام هيك خل اقول لك السبب لانه انت ما تاخذني حديقه الحيوانات وتخليني اتعرف على الحيوانات. وهاي حقك بيها وغلبتني، بس عافية عليك سرحان، اني اهنيك على الفوز نقدر نقول، لان اني سمعت انه حزين فاز ولكنه اهدى لك الفوز. اي يعني بابا كنا خسرنا، الحمد لله كنا خسرنا. بس وليدي صدق اني زعلان مع نفسي. ليش؟ لأنه أنت يعني المفروض يا سرحان أنه نبهتني على شغلة، أنه
شلون هذا العمر كله واني ما موديك لحديقة الحيوانات وخليك تتعرف وتشوف الحمار وبقية الحيوانات وتعرف اشكالهن واصواتهن من الحيوانات الاليفة والحيوانات الغير اليفة. زين اني هذه حقك وياك، وحضر نفسك يوم الجمعة لحاخذك انت لحديقة الحيوانات وبيك خير وتدلل، هم نفتار وهم ماتين اعرفك على واحد واحد. حياخذني حديقة الحيوانات، حياخذني حديقة الحيوانات. شكرا بابا عمو فرحان. وبهذه المناسبة اني ان شاء الله راح اخليك ان شاء الله شنو تشوفني اني احسن رسام واشوف حيوان مهم ايضا وهو شنو الدولفين. وين نلقى الدولفين؟ لكن احنا نقول ان شاء الله نلقاه بحديقة الحيوانات. وهسه خلي نشوف الدولفين من خلال فقرة جميلة. وش اسمها هاي الفقرة بابا؟ اسمها أرض العجائب، فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أصدقاء برنامج عمو فرحان الذي عودكم على فقراته المنوعة. اليوم سنقوم معا برحلة ممتعة إلى أرض العجائب، والتي أوصانا ديننا بالرفق بها وحثنا الله سبحانه وتعالى على الاستفادة من أساليبها كالتخفي والاندماج في البيئة أو حماية نفسها وصغارها من الأخطار المحدقة بها بطرق مختلفة. ما الحيوان الذي سنزوره اليوم؟ دعونا نرى. هل تعرفون حيوانا تشعرون أنه يبتسم دائما؟ أنا أعتبر الدلافين كذلك، وربما هذا بسبب شكل فمه الطويل الذي يوحي أنه مبتسم وظريف. والأظرف من هذا أنه عندما يريد النوم يتم نوم نصف دماغ الدولفين، بينما يبقى النصف الآخر مستيقظاً، فينام على عمق نصف متر من سطح الماء ويصعد إلى الأعلى ليأخذ نفساً كل 30 ثانية دون أن يستيقظ، أي بشكل تلقائي. ومجرد التفكير في هذه الحالة أشعر برغبة بالضحك، فهو غريب حتى في نومه. أثبتت الدراسات أن الدلافين أكثر الحيوانات البحرية قرباً للإنسان. أعتقد أن أغلبنا سبق وسمع أصوات الدلافين في العروض. المثير بالأمر أن هذا الصوت هو نظام اتصالات، لكن ليس لهذا النظام مثيل لدى الكائنات الأخرى. فالدراسات تشير إلى أن الدلافين تقوم بمنادات بعضها بالأسماء وإلقاء التحية على أقرانها. يا إلهي، أليس هذا النظام قريباً للبشر؟ وهو شبيه لما نفعله نحن أيضاً، إضافة إلى أن للدلافين قيم كالبشر، حيث إنها كائنات اجتماعية تعيش في جماعات من أجل توفير الحماية والغذاء. كذلك تختار البقاء والاهتمام بدولفين آخر حين يصاب بمرض أو أي أذى. كم هي وفية وذكية هذه الكائنات! لكن هذا الذكاء يضر الدلافين بعض الأحيان. تعتبر الدلافين من الثدييات من رتبة الحيتان، وتتغذى على لحوم الأسماك والحبار، وربما لأنها تسبح في الماء برشاقة نظنها سمكة، لكنها ليست كذلك، فلها رئتان وليس لها خياشيم كالسمك، وهي تلد وترضع أطفالها رغم أنها تعيش في الماء.
كانت هذه أهم المعلومات عن الدلافين المحبوبة، لكن للأسف إن هذه الكائنات الودودة تدخل في لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض، وهذا له تأثير كبير على كوكبنا. أتمنى أن يهتم المعنيون بذلك، لأننا كلنا نحب الدلافين. إلى اللقاء. نعم اكيد نعم احسنتم طبعا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذه الحلقه الجميله اللي استمتعنا بها وبرسوماتها الرائعه استعرضناها باكيد حلقتنا الرائعه، وان شاء الله تعالى احنا مستمرين وياكم باستقبال الاتصالات في فقره مشاركاتكم واتصالاتكم ان شاء الله تعالى. والان راح يكون اول اتصال وياك يا سعيد. السلام عليكم. للاسف قطع اتصال. يلا ناخذ اتصال ثاني. سعيد موجود؟ اي صوت سعيد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك صديقي؟ ان شاء الله بخير. صار لنا ساعه نقول لك سلام عليكم والو. وين كنت؟ المهم شنو اسمك صديقنا؟ ضرغام علي. ضرغام علي. يا محافظه؟ بغداد. يا اهلا وسهلا بكم. ضرغام تريد سؤال لو مشاركه؟ سؤال خلينا نشوف السؤال على الشاشه. والسؤال يقول شنو يقول؟ علم اي دولة هذا؟ السعودية؟ لا. لبنان؟ لا. ام البحرين؟ البحرين. خلي نشوف الجواب. يلا. والإجابة صحيحة. أحسنت ضرغام. أحسنت بارك الله فيك. شكرا لضرغام. اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك صديقنا الشاطر. من ويانا؟ عبد الله حسين. عبد الله ثائر صحيح؟ عبد الله حسين. حسين. من يا محافظة أنت عبودي؟ من بلد. من بلد ما شاء الله، من قضاء بلد في محافظة صلاح الدين. حياك الله يا عبد الله الشاطر. عبد الله شنو تختار، سؤال لو مشاركة؟ سؤال مبين شاطر عبد الله. نشوف سؤال على الشاشة. وسؤالنا يقول يا عبد الله علم أي دولة هذا؟ تونس لو بلجيكا لو الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات. خلينا نشوف الإجابة. إذا الإجابة صحيحة كنترول يصفق لك. أحسنت الإجابة صحيحة وموفقة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا صديقنا الشاطر. اتصال آخر مع الحزين. البلد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك؟ يعني تفضلوا. تريدون مشاركة؟ أنا زهراء محمد صالح. يا أهلا وسهلا يا زهراء محمد صالح من قضاء بلد. تريدون مشاركة سؤال؟ مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلة فأغنى
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بارك الله فيك. ما شاء الله طابت الانفاس. شكرا جزيلا. تحياتنا. اتصال اخر معاك يا سعيد. محمد من بغداد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا محمد. شنو اسم بابا؟ أمجد. محمد امجد من محافظه بغداد. حمود تريد السؤال لو عندك مشاركه؟ لا سؤال. سؤال كون مستعد وخلي نشوف السؤال لانه شويه صعب. يلا حضر نفسك وشوف السؤال ان شاء الله شاطر سوى على الشاشه ان شاء الله. يا الله. والسؤال يقول نعم. علم اي دوله هذا؟ البرازيل، ركز، كندا ام العراق؟ كندا. متاكد؟ متأكد. شوف الجواب. واثق مبين واثق. احسنت. الاجابه صحيحه. بارك الله بيك. شكرا جزيلا لك يا شاطر. اتصال اخر. حسن من بغداد. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا بك صديقنا حسن. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. دوما ان شاء الله تكون بألف خير. شنو اسم بابا؟ مرتضى. اسم بابا مرتضى عرفناه. خلينا نشوف انت شنو تختار، سؤال لو مشاركه؟ سؤال لو مشاركه؟ سؤال. نشوف السؤال على الشاشه. والسؤال يقول صديقنا الشاطر علم أي دولة هذا؟ شوف على الشاشة. هل هي إيران أم الأرجنتين أم سويسرا؟ 3 خيارات عندك. إيران. نشوف الإجابة حتى نتأكد. خلينا نشوف الإجابة. يلا نشوف الإجابة سوا. أحسنت والإجابة صحيحة. أحسنت. شكرا جزيلا صديقنا الشاطر لإجابتك الصحيحة والموفقة. تحياتنا لك. طبعا كان بدنا نستمر وياكم اصدقائنا الشطار ونستقبل اكثر عدد من الاتصالات، واحنا بصراحه يعني حتى لغينا فقره صور اصدقاء البرنامج حتى ناخذ اكثر وقت لهذه الفقره، فقره الاتصالات، لكن للاسف يعني وقتنا انتهى الان. نرجو المعذره. ان شاء الله بالحلقات الجايه نستقبل هواي من اتصالاتكم الجميله اللي بصراحه تسعدنا كثيرا، تفرح قلوبنا. الان ايها الاحبه الكرام ننتقل الى عمو فرحان وعنده الختام. اصدقائنا الاطفال الحلوين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم وكانت مليئة بالابتسامة والفرحة والمعلومة المفيدة، وسنقول إلى اللقاء.